لو عايز انتاج خالي من الامراض تماما وبصحه كويسه جدا يبقى الفيديو ده مهم جدا 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 علشانك. ولو عايز تحافظ على الحمام والزغاليل من مرض خطير جدا وفتاك ومعدي يبقى مفيش امامك غير حل واحد، تعالى عند اخوك ابو عمر هتلاقي الحل. ولو عندك الحمام كاشش ومش بياكل كويس ومش عارف تشخص المرض كويس يبقى الفيديو ده مهم جدا 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 علشانك. ولو حضرتك عايز زغاليل تكون قويه وفتيه وبصحه كويسه جدا 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 والزغاليل تنتج معاك وتعيش معاك سنين وسنين وما تخستعش منك في الطريق، برضو الفيديو ده مهم جدا 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 علشانك. ولو عندك الاهالي مش بتاكل الزغاليل كويس او تركها ومش بتاكلها خالص يبقى برضو الفيديو ده مهم جدا جدا علشانك. ولو عندك الاهالي او الزغاليل بيتقيأوا الاكل اللي بياكلوه، يعني بالبلدي بتاعنا بيرجعوا الاكل اللي بياكلوه او بياخدوا نفسهم بصعوبه، يبقى الفيديو ده مهم جدا 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 علشانكم. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لحضراتكم بفيديو جديد على قناتنا المتواضعه والجديد شديد عند اخوكم ابو عمر. هتقدم لنا ايه النهارده يا ابو عمر؟ هتتحفنا بايه النهارده يا ابو عمر؟ احذروا يا جماعه، مرض خطير جدا وفتاك ومعدي، مرض طفيلي خطير جدا وفتاك ومعدي وممكن يقضي لك على الحمام كله لو ما عرفتش تشخص المرض كويس او انك ما خدتش بالك من المرض. ولكن قبل اي شيء حابب اقول لحضرتك، لو انت اول مره بتزور قناتي على منصه اليوتيوب انزل واشترك في القناه وفعل زرار الجرس للكل علشان يوصلك منا كل جديد. ولو حضراتكم مشتركين منتظرين ايه بعد كل الجمال وكل الحلاوه اللي احنا بنحاول نقدمها لكم ونسعدكم بيها؟ ولا تنسوا اللايك الجميل منكم دعما لاخوكم ابو عمر علشان الفيديو يرتفع وينتشر في كل مكان، وتكون حضرتك سبب كمان في ان غيرك يستفيد بمعلومه بسبب اللايك اللي بتحطه فتؤجر على ذلك. ولا تنسوا يا جماعه قناه مع القرآن، هذه القناه صدقه جاريه ابتغاء مرضات الله، كلنا بنشارك فيها، انا وحضراتكم بنشارك فيها ابتغاء مرضات الله عز وجل. المرض ده يا جماعه بيكون ناتج عن ميه ملوثه او اكل ملوث او انك دخلت بالحذاء من عند طيور تانية دوست في الفضلات بتاعتها، وليكن مثلا حضرتك بتربي فراخ او بتربي بط او غيره، تمام؟ فبتدوس هناك عند الفراخ او عند البط، بتدوس برجليك بنفس الحذاء هو وبتيجي تخش عند الحمام، فبالتالي بتلوث المكان ده ويجي الحمام ياكل من على الارض. فبيمرض الحمام يا جماعه لما بياكل من الارض ويكون الارض ملوثه او الميه ملوثه او الشرب ملوث. طبعا حضرتك لو بتربي حمام سايب وفرد واحد عيان وشرب من نفس المشرب او نفس المأكل فبالتالي كله بيتعدي. او ممكن حاجه كمان، لو حضرتك الزغاليل عندك مصابه، لان المرض دون اكتر حاجه بتصيب الزغاليل، لو المرض ده اصيب الزغاليل والاهالي جت تاكل الزغاليل فبيحصل ان الاهالي بتتعدي من الزغاليل طبيعي، او ان الاهالي بتكون مريضه بالمرض دون فالزغاليل بتاكل من اهاليها فبرضه الزغاليل بتتعدي من الاهالي. طب حاجه كمان، حضرتك بتشوف لما بيكون الذكر بيتزوج النتايه في موسم التزاوج او عامه في التزاوج، بتلاقي الذكر بياكل النتايه قبل التزاوج او قبل عمليه التخصيب. في الحاله دي يا جماعه وهو بياكلها، تمام، لو الذكر مصاب بيصيب النتايه، ولو النتايه مصابه بتصيب الذكر، فبالتالي بيحصل انتقال للعدوى وانتقال للمرض بسرعه جدا. حد بقى هيسال ويقول لي طب ايه هي الاعراض اللي احنا ممكن نعرف بيها المرض ده يا ابو عمر؟ ركز بقى معايا وصحصح لي بقى كده شويه واكتب ورايا علشان يكون عندك مرجعيه. اول حاجه ممكن تشوفها في الحمام بتاعك لما يكون عنده المرض ده ان ممكن تلاقي الحمام عمال يخس جدا جدا جدا. وكمان يا جماعه الحمام بيكون عنده خمول شديد في الحركه وبطيء جدا. وكمان يا جماعه بيكون عنده صعوبه في التنفس علشان بيكون في مجرى التنفس نفسه بيكون فيه تجبنات ماسكه في الحلق. وكمان حضرتك ممكن تلاقي نازل من الانف سيلان، ده برضو من اعراض المرض ده اللي معانا النهارده. مش كده وبس، لا وكمان بتوصل الاصابه للعين، يعني ممكن يصيب العين. ليه يا جماعه؟ علشان العين والانف والحلق كلهم متصلين ببعض، كلهم حاجه واحده، بيطلعوا على بعض وبيفتحوا على بعض. ممكن كمان نلاقي الحمام بيتنفس بصعوبه جدا وفاتح بقه وعامل صوت عمال طالع نازل بصوته علشان خاطر عنده صعوبه في التنفس، علشان مجرى الحلق اللي هي القصبه الهوائيه فيها تجبنات في افلاله الدنيا خالص معايا يا جماعه. ده انت ممكن حضرتك تلاقي الديل بتاع الحمامه سواء ذكر او نتايه اثناء عمليه التنفس تلاقي الديل طالع نازل طالع نازل ومش قادر ياخد نفسه لاني تعبان والتنفس عنده مقفول خالص. وبنلاقي يا جماعه عند الحمام الريش اللي حوالين عظميته
اللي هو بنقول عليها العضمايه اللي حوالين المنقار او حوالين بقه، ده بيكون الريش مبلول باستمرار. طب ده ليه يا ابو عمر؟ حضرتك علشان خاطر الحمام المصاب بالمرض ده بيتقيأ، يعني بيرجع عزكم الله، فبيحصل بلل حوالين بقه باستمرار. وعايز تتأكد من كلامي، هتلاقي حوالين، لو انت حابس الحمام ده في عين او في الارض، هتلاقي اكل الحمام مرجعه، حبايات سليمه بحالها. وكمان يا جماعه بيكون في قطع متجبنه داخل الفم بتاخد درجات من بدايه المرض حتى يوصل المرض في المرحله المتاخره، بيكون لون المرض دون اللي هو القطع المتجبنه اللي داخل الحلق، تمام، بتكون لونها مصفر. اعرف بقى ان الفرد الحمام ده في مرحله متاخره من مرضه. طب يا ابو عمر عمال تقول لنا اسباب المرض واعراض المرض، طب ايه هو المرض نفسه وهنعالجه ازاي؟ المرض ده يا جماعه اسمه مرض الكنكر، وهو مرض طفيلي. مرض طفيلي بيصيب الحمام كله وخاصه الزغاليل، لكن مرض فتاك وخطير جدا ومعدي وبينتشر بسرعه جدا، ولكن علاجه سهل جدا جدا جدا. اول شيء في العلاج يا جماعه انك تعزل الطيور المصابه، تعزلها تخليها في مكان لوحدها. وطبعا بعد ما حضرتك هتعزل الحمام المصاب هيكون عندك مرحله التطهير والتعقيم اللي هتخش عليها. لازم تعقم وتطهر كويس جدا الاكلات والمسائي والعيون والادرج والارفف وكل شيء. لازم تعقم المكان كويس جدا علشان لو في عدوى منتشره في المكان تقضي عليها. طيب هنستخدم ايه للتطهير والتعقيم يا ابو عمر؟ حاجات كتيره جدا وانا اتكلمت عنها كتير يا جماعه، ولكن هنقولها على سبيل المثال. عندك مثلا الخل الابيض اللي بتستخدمه ست البيت، ممكن تخففه على ميه وتستخدمه في التطهير والتعقيم. طب ايه تاني يا ابو عمر؟ الكلور. حضرتك انا بقول لحضرتك على كل الحاجات المتاحه وانت تختار اللي يعجبك واللي يناسبك. ممكن حضرتك تختار الكلور تطهر وتعقم بيه وتخففه على ميه. ممكن تستخدم الفيركون اس. طبعا يا جماعه الفيركون اس انا كلمتكم عنه قبل كده في فيديو مخصوص، هحط لكم لينك الفيديو او رابط الفيديو في الوصف ان شاء الله. حضرتك تقدر تتفرج على الفيديو وتعرف كل شيء. ولكن الفيركون اس باختصار هو منتج امريكي. المنتج ده اقوى منتج على الاطلاق، ممكن يحد من انتشار الامراض. ممكن حضرتك تستخدمه. والعلاج ممكن حضرتك تستخدم حاجتين، يا اما عن طريق الاعشاب يا اما عن طريق العلاج البشري. وبالنسبه لعلاج الاعشاب يا جماعه هنستخدم الكركم علشان بيقضي على البكتيريا الضاره في جسم الطائر، وقوي جدا 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 وفعال. طيب هنستخدم الكركم ازاي؟ حضرتك هتجيب معلقه كبيره من الكركم، هتحطها على لتر من الميه، وشوف حضرتك بتستخدم كام لتر من الميه، ومقدار كل لتر حط معلقه كبيره من الكركم. ولكن حضرتك لازم تدي بعد جرعه الكركم لازم تدي خميره. الخميره طبعا فيها منها بشري وفي منها بيطري وفي منها الخميره بتاعت الخبز، اسمها بنسميها في مصر عندنا خميره بيره. وبامر الله تعالى هحط لكم فيديو الخميره في الوصف ان شاء الله علشان تشوفوه وتعملوا زيه بالظبط. وده الفلاجيل اهو، شراب سائل. هنسحب بالسرنجه سنتي واحد ونحطها في بق الطائر. ولكن حضرتك هتجيب كوبايه صغيره او حاجه صغيره او غطا غير الغطا بتاع الازازه وتفضي فيه. بعد ما تفضي تسحب من الغطا نفسه علشان ما تلوثش العلاج. هتحط السرنجه في قلب بق الطائر، هترجع تسحب تاني. لا، يفضل حضرتك وانت بتدي طائر او 2 او 3 او 4 يفضل ما ترجعش السرنجه في قلب الزجاجه علشان خاطر التلوث. ولو مش متاح لحضرتك الفلاجيل في الصيدليات تقدر تستخدم مكانه امريزول برضو شراب، تمام. هتستخدم برضو سنتي لكل فرد مصاب، هتستخدم سنتي في الفم. ومع الشراب اللي هنستخدمه سواء هنستخدم امريزول او فلاجيل هنستخدم بروتوزول مضاد للطفيليات والبكتيريا. هنستخدم العلبة دي يا جماعة بيكون فيها شرايط، الشريط الواحد فيه 4 أقراص. هناخد القرص هنقسمه نصين. يبقى حضرتك هتدي نص قرص بروتوزول لكل فرد حمام مصاب على مدار 5 أيام. وفي نفس الوقت هتدي حاجة من الاتنين، يا إما فلاجيل يا إما أمريزول. هتدي لكل فرد حمام 1 سنتي فقط لا غير، برضو لمدة 5 أيام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا ولاك على هذا الطائر المسكين، فيا إما توفر له أكله وشربه وعلاجه ونظافته، يا إما تتركه يطير في الجو. ربنا هيتولاه ويوفر له كل شيء. وده يا جماعة كان فيديو النهاردة، أتمنى ينول إعجابكم. ولو عجب حضراتكم محتوى القناة
لا تنسوا الاشتراك في القناة علشان يوصلكم منا كل جديد، ولا تنسوا يا جماعة تفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار باستمرار بأي فيديو جديد بننزله. ولو عجب حضراتكم فيديو النهاردة لا تنسوا اللايك دعما لاخوكم ابو عمر. وكمان يا جماعة علشان اللايك ده انت بتاخد اجر لما تحط اللايك، الفيديو بيرتفع بينتشر في كل مكان، وتكون حضرتك سبب في نشر اي معلومة غيرك بيستفيد بيها. ولا تنسوا يا جماعة قناة مع القرآن، هذه القناة صدقة جارية لوجه الله عز وجل، نحمل الخير للجميع، نتمنى الخير للجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.